اول اختبار عندي بقى اختبار مقاومه الضغط. مقاومه الضغط دي اهم خاصيه من خصائص الاسمنت، عشان كده بسميه رتبه الاسمنت. يبقى مقاومه الضغط دي بتحدد لي رتبه الاسمنت. يعني ايه رتبه الاسمنت؟ مقاومه الضغط لمكعب المونه الاسمنتيه القياسي. مونه اسمنتيه يعني اسمنت ورمل وايه وميه. مكعب قياسي يعني ايه؟ يعني ابعاده ثابته 70.7 في 70.7 في 70.7 ملم. يبقى المقاومه دي انا بقيسها بعد كام؟ بعد 28 يوم يديني حاجه اسمها رتبه الاسمنت. الاختبار القياسي ده بيطلع لي حاجه اسمها رتبه الاسمنت اللي بكتبها على الايه؟ على الشكاره دي. فانا عندي قلنا 3 انواع. ال 32.5 ده مقاومته ضعيفه جدا، ما بستخدموش في اعمال ايه؟ الخرسانه المسلحه، بستخدمه بس في الايه؟ في التشطيبات. ال 42.5 دي المنشآت الخرسانيه العاديه. ال 52.5 يعني محتاج منشأ خاص، محتاج فيه المقاومه تبقى ايه؟ تبقى عاليه جدا. المقاومه دي بتتاثر لي بايه؟ اول حاجه نعومه الاسمنت. كل ما نعومه الاسمنت دي زادت كل ما مقاومه الضغط بتاعتنا بتزيد. قلنا نعومه الاسمنت بتزيد، معنى كده ان الاماهه بتاعتي بتتم بسرعه وبيوصل معدل التسلط والمقاومه بتاعتي بتبقى احسن، لان الميه بتتفاعل مع كل حبيبات الايه؟ الاسمنت. انما لو كانت النعومه صغيره، يعني الحبيبات عددها قليل في الجرام، يعني حجمها كبير، الميه بتاعتي مش هتوصل لقلب الايه؟ الحبيبه، مش هيتم التفاعل، هيبقى المقاومه بتاعتي ضعيفه. فتلاقي الكيرف بتاع ال 2600 ده تحت وال 4100 ده ايه؟ مقاومته اعلى بكتير. نوع الاسمنت المستخدم، لو قلنا اسمنت تايب 1 غير تايب 2 غير تايب 3، تايب 1 وتايب 3 هتلاقيهم بيدوا لك مقاومه اعلى لان فيها نسبه السي 3 اس اعلى، انما نسبه السي 3 اس دي في تايب 2 هتلاقيها قليله جدا. فهتلاقيها في الاول تايب 2 اللي هو الكيرف الازرق ده، تلاقيه في الاول قليل، تلاقيه تحت، لكن بعد شويه بيديك مقاومه كمان احسن. يبقى حسب نوع الاسمنت، حسب التركيبه الكيميائيه للكلينكر بتاعي، بيختلف لي المقاومه بتاعتي ايه؟ بتبقى احسن ولا اقل. نسبه الميه بتاعتي في الخلط، كل ما ازود الميه كل ما المقاومه بتاعتي بتقل. يبقى عندك نسبه الميه للاسمنت اهو في الكيرف، كل ما زودت الميه بالنسبه للاسمنت بتاعتي كل ما المقاومه بتاعتي بتقل. لو المونه بتاعتك فيها نسبه رمل اكتر، المقاومه بتاعتي هتبقى ايه؟ اقل. لو عندك نسبه الرمل 3 مثلا تحت للاسمنت، ولو غير 1 ل1 هتلاقي المقاومه بتاعتي ايه؟ اعلى. نرجع للاختبار ونشوف هنعمل الاختبار بتاع المكعب القياسي ده ازاي عشان نطلع رتبه الاسمنت. اول حاجه خلي بالك من الاحتياطات بتاعه اشتراطات السلامه بتاعتك. الاسمنت ده عباره عن غبار ناعم، يبقى ما تشموش، تحافظ على الفم والانف بتاعك، ما تشمش اي غبار منه، ما تلمسش بايدك اي حاجه، لازم تلبس جوانتي عشان خاطر حراره الاماهه دي قلنا ممكن توصل ل 100 درجه مئويه، معناها درجه الغليان ده ممكن تحرق لك ايدك. لما تيجي في الخرسانه او حاجه طالع فوق الشده ولا حاجه، لازم تحافظ على رجلك، تلبس بوت مناسب. الهدوم بتاعتك خلي بالك ما تبقاش منفذه برضه للايه؟ للميه، تلبس حاجه غير منفذه للميه، الهدوم بتاعتك تبقى ايه؟ غير منفذه للميه. يبقى تلتزم بالشروط بتاعه الامان اللي موجوده عندك في الايه؟ في الموقع، بحيث انك تحافظ على نفسك. وكمان في الاختبار لما تيجي تعمل الاختبار، ادي عندي بيعمل نسبه من الرمل ويجيب اسمنت بنسبه 3 ل1، يعني 3 رمل ويحط عليهم ايه؟ 1 اسمنت. هيخلط مع بعضه الرمل بالاسمنت بالمسطرين كده، يخلطهم كويس لحد لما يمتزجوا مع بعض كويس جدا. يحط ميه برضو، نسبة الميه المحددة للاختبار هنقول عليها. اختبار مقاومة الضغط او رتبة الاسمنت. هيخلط لي العجينة دي برضو لحد لما تمتزج مع بعض كويس. عندي مكعب القياسي اللي مقاسه 70.7 في 70.7 في 70.7، هيحطه على ماكينه
بتهتز بحيث ان الايه المكونات دي تبقى جوه المكعب مظبوطه. فبيحط لي المونه بتاعتي دي جوه المكعب اللي محطوط على جهاز الاهتزاز ده، ويهز لي الايه لمده معينه بحيث ان المكعب بتاعي ايه تبقى حاجه قياسيه حتى في الاهتزاز، يبقى الايه الدمك بتاعي للايه للمكعب ده قياسي. بعد الزمن المحدد للاهتزاز هيفك لي الصواميل اللي ماسكه المكعب ده، المكعب الخشبي اللي تحت ده. هياخد المكعب اهو يبدأ يساوي السطح بتاعي عشان هيحطه تحت مكنة الاختبار. لازم السطح بيبقى أفقي تماما، فبيساوي السطح، بيشيل أي كمية زيادة إيه كانت في المكعب بتاعي. بسيبه لحد لما ينشف خلاص مدة 24 ساعة، وبعد كده باجي أفك الإيه أفك المكعب بتاعي ده. المفروض المكعب ده يكون معدن، والمعدن تكون بصواميل كده عشان ما عرضش اللي بالشاكوش والمفك اللي هو بيعمله ده، ممكن ايه يعرض لي المكعب ان هو ينكسر. بس هو امكانياته كده فعملها بمكعب خشب مفيش مشاكل. بس حافظ على المكعب، ما تعملش اللي هو بيعمله قوي ده بحيث ان هو المكعب ما يكسرش معاك. هو طلع المكعب اهو سليم الحمد لله ماشي. يبقى ادي المكعب 70 في 70 في 70. هيحطه في حوض ميه خلاص عشان عملية الإماهة بتاعته تتم لحد موعد الاختبار. موعد الاختبار ده امتى بقى؟ ممكن اعمله بعد يوم، بعد 7 ايام، بعد 28 يوم. لكن انا عاوز اجيب رتبة الاسمنت اعمله امتى؟ رتبة الاسمنت في تعريفه كان قايل لي اعمل الاختبار امتى؟ بعد 28 يوم خلاص. يبقى بسيبه في المية ده قبل الاختبار ب 28 يوم، بطلعه وانشف المية الزيادة اللي عليه دي بفوطة ناشفة خلاص، بحيث اي كمية مية زيادة بتشال من عليه، واحطه تحت ماكينة الضغط بتاعتي في ماكينة الاختبار. خلاص بيبدأ معدل التحميل بتاعي يزيد في الايه على المكعب لحد لحظة الايه لحد لحظة الانهيار. الحمل بتاعي بتاع الانهيار ده بسجله، انا عندي حمل ده دي قوة، بس الرتبة دي عبارة عن ايه مقاومة. يبقى لازم اقسمها على مساحة. انهي مساحة؟ مساحة سطح التلامس اللي ما بين المكنة وما بين المكعب صح، اللي هي 70.7 في 70.7 متر صح. ادي الحمل بيزيد 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 لحد ايه لحد الانهيار بتاعي يطلع لي 76.3. بتدخل المساحة يطلع لك بالميجا ماسكال على طول، يبقى الرتبة بتاعتي دي 15.2 معايا. يبقى ده لو عندك رتبة الاسمنت بتاعك ان هو 42 على الشكارة، مكتوب على الشكارة، والاختبار ده يطلع لك 15، يبقى ده الاسمنت ده مقبول ولا مش مقبول؟ غير مقبول. يبقى جهزنا القوالب بتاعتي، يفضل تكون معدنية بالشكل ده كده احسن من الخشبية. يبقى في مسامير في الجنب اهي بفكها بعد الايه بعد ما المكعب ينشف، ده افضل جدا. يفضل برضو انك الجوانب الداخليه بتاعه المكعب دي تدهنها بزيت معدني ثقيل، اللي هو زيت العربيات ده، بيبقى زيت معدني مش زيت نباتي، عشان برضو المكعب لما تيجي تفكه ما يمسكش في الايه في الخرسانه. الرمل اللي هتستخدمه ده لازم يبقى رمل قياسي، برضو ليه شروط مقاسه قد ايه، يكون مغسول ماشي. يبقى دي مش لازم تعرف الشروط دي، بس ان هو يكون رمل ايه رمل قياسي، بحيث ان هو ما يأثرليش برضو على مقاومة المكعب. المواد دي بتجيبها، مواد الرمل والاسمنت دي
والمكعبات نحطها في درجه حراره الغرفه، ما تبقاش ساقعه جدا ولا سخنه جدا. درجه حراره الغرفه تبقى 20 درجه مئويه. تسيب المكعبات والحاجات دي في درجه حراره الغرفه بتاعه المعمل دي قبل ما تستخدمها في الايه، في الاختبار مده كافيه بحيث ان درجه حرارتهم تبقى مناسبه. الاوزان بقى بتاعتك بتستخدم نسبه الرمل للاسمنت 3:1 والميه 4/10%. ده الاسمنت ما عدا الاسمنت اللي عالي الالومينا. الوزن بتاع المكعبات ادي لو عاوز تعمل مكعب واحد تاخد اسمنت 185 جرام لكل مكعب، والرمل 555 جرام، وميه 74 جرام. يبقى انت لو عاوز تعمل 3 مكعبات الاختبار ده اقل حاجه تعملها على 3 مكعبات وتاخد المتوسط. يبقى لو عندك قيمه منحرفه جدا عن القيمتين التانيين بتستبعدها وتاخد الايه، القيمتين التانيين. بتخلط الاسمنت والرمل الاول، وبعد كده بتخلط الميه لمده 4 دقائق. بنحطها على ماكينه الاهتزاز القياسيه سرعتها كذا لمده دقيقتين. بتسيبها لحد لما المونه تتصلب. بتفك القوالب، بتحطها في حوض معالجه لمده 24 ساعه. الميه بتاعت المعالجه دي تبقى ميه صالحه للشرب، ما تبقاش فيها املاح كتير عشان ما تاثرليش على الايه، على الاسمنت. امتى بعمل الاختبار ده بقى؟ قلنا بعد يوم، بعد 3 ايام، بعد 7، بعد 28 يوم. لكن الرتبه بتبقى بعد كام؟ بعد 28 يوم. بمسح الميه الزياده وبحطها تحت ماكينه الايه، الاختبار، بحيث ان هي تبقى سطحها افقي تحت الماكينه، ما تبقاش السطح بتاعي متعرج فيأثر لي على قوه الحمل ده. انا عاوز قوه الحمل يبقى يونيفورم على الايه، على السطح كله. محور العينه يبقى تحت محور المكنه نفسها معايا، ما يبقاش ايه متحرف عنه. قيمه بقى المقاومه بتاعه الضغط بتاعي هي قيمه الحمل دي لما اقسمها على المساحه المعرضه للحمل لاقرب نص نيوتن على المليمتر مربع. باخد متوسط 3 عينات، لو في واحده منحرفه انا فاشلها خلاص. فعندي مثلا الاسمنت الكود مثلا بيقول لي اسمنت البورتلاند العادي يبقى المقاومه بعد 28 يوم مثلا ما تقلش عن 36 نيوتن على المليمتر مربع اللي هو الميجا باسكال. لو عاوز تحولها لكيلو جرام على السنتيمتر مربع 36 دي يعني 360. وكذلك لباقي انواع الايه، لباقي انواع الاسمنت اللي احنا قلنا عليه.